أسرار حيئه الفنانة هند رستم. في عام 1977 وبعد مشوار فني حافل بالإبداعات، قررت الفنانة الكبيرة هند رستم التي تحل ذكرى وفاتها اليوم اعتزال التمثيل والاكتفاء بما قدمته من روائع السينما التي شاركت فيها عمالقة الفن وقدمت خلالها عددا من أهم الأفلام السينمائية. وخلال مسيرتها الفنية الحافلة قدمت هند رستم التي لقبت بملكة الإغراء ومارلين مونرو الشرق العديد من الأدوار المتنوعة التي لم تقتصر على الإغراء، حيث تنوعت أدوارها بين الكوميديا والتراجيديا وأدوار الأم والفتاة المثيرة وبنت البلد والراهبة. وفي حوارها لليوم السابع تحدثت بسنت رضا الابنة الوحيدة للفنانة الراحلة هند رستم عن الفترة الأخيرة من حياة والدتها وعن قرار اعتزالها التمثيل عام 1977. وقالت ابنة هند رستم: لأمي أخذت قرار الاعتزال في السبعينيات، وكانت أسوأ فترة للسينما، حيث انتشرت فيها أفلام المقاولات. وتابعت: لم تستطع أمي التجاوب مع الحالة الجديدة التي أصابت الجيل الجديد من النجوم، ومنها عدم احترام مواعيد التصوير، فكانت تذهب في موعدها وتنتظر ساعات طويلة حتى يحضر بطل العمل. وفي آخر عمل شاركت فيه انتظرت ما يقرب من 4 ساعات حتى وصل النجم الشاب بطل العمل. وعندما عاتبه المخرج والمنتج على التأخير قال ببساطة: ممكن أدفع لكم تكلفة التأخير. فشعرت أمي بأنها لن تستطيع العمل في هذا الجو، فاستكملت الفيلم وبعدها قررت الاعتزال. وأكدت ابنة هند رستم أن والدتها رغم اعتزالها ظلت طوال حياتها تعتز بالفن وبالأعمال التي قدمتها، قائلة: أمي كانت تغضب جدا عندما تعتزل إحدى الفنانات وتقول إنها تابت عن الفن والتمثيل، وترى أن في ذلك إهانة للفن والفنانين، وأن الفن رسالة وليس ذنبا يتوب عنه الفنان. وعن حياة الفنانة الكبيرة هند رستم بعد الاعتزال قالت ابنتها بسنت رضا: أمي كانت جدا تحب البيت واللمة، وعندما اعتزلت تفرغت لبيتها وأسرتها وانشغلت بتجهيزات زواج، وبعدما أنجبت تعلقت بابن تعلقا كبيرا، وكانت تهوى الزرع وتربية الكلاب، كما كانت طباخة ماهرة، وكانت مثل الطفلة تحب اللعب والعرائس وغاوية أنتيكات، فكانت تحرص على حضور المزادات لشراء التحف. وأضافت: كانت أمي تتابع الأعمال الفنية، وإذا أعجبها مشهد أو دور لممثل كانت تتصل به تليفونيا لتشجعه، وفعلت ذلك مع الفنانة ماجدة زكا عندما أعجبها دورها في مسلسل يا عباس الأبيض. وأضافت: تعلقت أمي تعلقا شديدا بزوجها الدكتور محمد فياض، وكانت تحب لقب مدام فياض، وعاشت معه أجمل سنوات عمرها، وبعد وفاته عام 2009 أصيبت بحالة اكتئاب حتى وفاتها في عام 2011. بحزن تحدثت الابنة عن ملابسات وفاة والدتها وأسرار الفترة الأخيرة من حياة النجمة الكبيرة، قائلة: في أوائل التسعينيات أجرت والدتي جراحة قلب مفتوح، وبعدها استقرت حالتها الصحية، وبعد وفاة أنكل فياض أصيبت باكتئاب. وتابعت الابنة: تعجبت من حديثها فقالت: ريحيني. ورغم أنها لم تكن تقبل أي دعوات للإفطار خارج المنزل، فإنها قبلت دعوة الفنانة إلهام شاهين على غير عادتها، حيث حدثتها إلهام ثالث أيام رمضان وألحت عليها لقبول دعوتها للإفطار، وحددت معها يوم الجمعة. تبكي ابنة هند رستم وهي تتذكر هذه التفاصيل: في اليوم المحدد لزيارة إلهام شاهين دخلت أمي المستشفى بسبب متاعب بسيطة وضيق بالتنفس، ولكن تدهورت حالتها بشكل سريع واحتضنت وطلبت رؤية ابنه، وبعدها دخلت الرعاية المركزة، وأسرعت أنا لتجهيز المدفن، وتوفيت والدتي في 8 رمضان، وخرجت من مسجد السيدة نفيسة كما أوصتن.